بعد ديمبلي وحكيمي فيتينا. يهدد استقرار باريس بسبب الكرة الذهبية. تشتد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025 في باريس سان جيرمان. بعد حكيمي يدخل فيتينا المنافسة، وتزداد التوترات داخل النادي. سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 في سبتمبر، لكن المنافسة على الفوز باللقب بدأت بالفعل في باريس سان جيرمان. بعد عثمان ديمبélé المدعوم من إدارة النادي، أعلن أشرف حكيمي صراحة عن طموحاته. والآن دخل فيتينا في المنافسة بعد ترشيحه ضمن قائمة المرشحين النهائيين البالغ عددهم 30 لاعباً. بين الطموحات الشخصية والخطاب حول أهمية الجماعة، تعيش غرفة ملابس باريس صيفاً غريباً. حكيمي يعلن طموحاته بعد عودته إلى التدريبات الأسبوع الماضي، سرعان ما أثار أشرف حكيمي ضجة كبيرة بتصريحاته على قناة كانال بلس. لم يتردد الظهير المغربي في ترشيح نفسه للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وقال: بفضل الموسم الذي قضيناه حسن جميعا إحصاءاتنا. الكرة الذهبية حلم، أعتقد أنني أستحقها أيضا. لقد قضيت موسما تاريخيا. لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. بالنسبة إلى حكيمي، فإن الصعوبة التي واجهها في تحقيق إنجازه تستحق التقدير، خاصة بالنسبة للاعب في مركزه. بصفتي مدافعا، الأمر أكثر صعوبة. الإحصائيات التي حققتها هذا العام ليست إحصائيات مدافع عادي. عندما يحقق مدافع مثل هذا الإنجاز، أعتقد أنه يستحق أكثر من مهاجم. وقد فسرت هذه التصريحات من قبل البعض على أنها انتقاد لديمبélé المرشح المفضل وفقا لاستراتيجية النادي الإعلامية. في المغرب لاقت تصريحات حكيمي صدى قويا، حيث بدأ مواطنوه بالفعل في التعبئة لصالحه. فيتينها يدخل السباق بعد حكيمي. كان هناك لاعب باريسي آخر أبدى رده، فيتينا، اللي فاز مؤخرا بلقب كأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام. شارك فرحته بترشيحه ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا. إنها حقا شعور إيجابي. لقد أتيحت لي الفرصة عند نشر القائمة لأعرب عن سعادتي بهذا التقدير الفردي، ولكن فقط بعد النجاح الجماعي. لم نصل إلى هذا المستوى إلا بفضل النجاح الجماعي، قال لاعب خط الوسط اللي يستهدفه ريال مدريد. ولم يخفي البرتغالي أنه يطمح إلى تحقيق مركز متقدم. لحسن الحظ تم ترشيحي، وأتمنى أن أبقى في أعلى مرتبة ممكنة في القائمة. تصريحات أكثر تحفظا من تلك التي أدلى بها حكيمي، لكنها تعكس رغبة واضحة في حجز مكان له في هذه المنافسة المرموقة.